السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل سبق لك ورغبت في حماية برامجك على الويندوز بباسورد ومنع تشغيلها إلا بعد موافقتك؟ كما تلاحظ معي على سبيل المثال أنا أردت أن أشغل برنامج VLC لكنه يطلب باسورد. عملية جميلة جدا في حماية جميع التطبيقات بواسطة باسورد، وهكذا نبقي المتطفلين بعيدا عن الحاسوب. كيف ذلك؟ أول شيء ستقوم بتحميل هذا البرنامج اكزيلوك من go.htpf.com/exilog ثم تنقر على داونلود. إذا الآن أقوم بتشغيل البرنامج بزر الفأرة الأيمن، ثم أختار Run as Administrator، ثم أختار Yes. بعد ذلك أذهب وأختار البرنامج الذي أريد أن أضيف له باسورد أو أحميه بباسورد. إذا على سبيل المثال Web Companion، ثم Free وهو الباسورد. إذا الباسورد سأختار أو specified password، ثم أختار lock. انتظر قليلا. This program is locked successfully. الآن تم حماية هذا البرنامج. لاحظ معي أنني عندما سأذهب إلى تشغيل البرنامج سيطلب مني password. Please enter your password. الآن كيف يمكنني أن أحذف الباسورد في حالة إذا ما أردت أن أقوم بحذف باسورد لأحد البرامج؟ أقوم بالنقر على نفس البرنامج بزر الفأرة الأيمن Run as Administrator، ثم أذهب إلى Select، ثم أذهب إلى اختيار البرنامج المحمي بباسورد. على سبيل المثال هذا هو البرنامج. بعد ذلك أدخل الباسورد ثم أختار Unlock، ثم هكذا يمكنني أن أستخدم البرنامج مجددا دون إدخال الباسورد. إذا كنت سعيد جدا بأن أكون معك في هذه الحلقة. إذا أعجبك حلقة اليوم لا تنسى أن تنقر على زر لايك. كذلك لا تنسى في أي وقت إذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقة رغيب أمين زيارتنا على مدونتنا الرسمية www.tshriprofessional.com، أو كذلك زيارتنا على صفحتنا في فيسبوك facebook.com/tshri.professional. وفي أي وقت يمكنك أن تنقر على زر سبسكرايب على اليوتيوب. أزيد من 72 ألف سبسكرايبر ومشترك على قناة المحترف. يمكنك الانضمام كذلك ومتابعة جديد القناة. غير ذلك لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.